حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهارده بقى بعيد عن الاكل والمطبخ بقى كده. تلمينا بقى العيله كلها كده مع بعضينا كده وفي متعه الحقيقه. هنا دوت شاطئ البروفاج قصاد 45 في اسكندريه عندنا. طبعا بنت اختي بقى لمتنا كلنا، قالت لنا بقى ايه، عايزين نتجمعوا كده يوم ونروحوا ايه البحر في اي مكان. ففجأة كده لقيتهم بيقولوا لي يلا بينا. نروحوا بقى المكان ده جميل، وحجزوا لنا المكان ده تحفة يا جماعة. بصوا الشاطئ كان لسه هادي بقى وحلو، وقعدنا ورا كده شايفين الشمسية الكبيرة دي او زي ما بيقولوا كده تندة كبيرة قاعدين تحتيها العيلة بقى. هنا اختي ومرات ابني بقى وولاد اخويا وولادي وولاد اختي، كلنا مع بعضينا كده ومرات ابني دي مرات ابني ده ومرات ابني دوت، كلنا مع بعض يعني عيلة مع بعضينا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كان الأطفال بقى والأولاد هم اللي فرحانين أكتر مننا كمان. يعني احنا رحنا غيرنا جو، بس هم بقى بصوا المتعة كانت ليهم هم أكتر كمان مننا. بس بصراحة غيرنا جو يا جماعة، لازم من حين لآخر كده مطلوب تغيير الجو، لأن اللي بنباتوا فيه بنسبحوا فيه احنا عايزين تغيير. رحنا بصراحة كان هوا وجميل، شمينا هوا حلو كده وقعدنا. واللي زي ما انتوا شايفين كده الولاد الشباب مع بعضيهم بيحكوا والبنات مع بعضيهم واحنا مع بعضينا. كانت قاعدة جميلة بصراحة. طبعا من وقت لآخر جربوا كده واطلعوا كده وخرجوا، مش شرط البحر، في أي مكان يا جماعة. اللمة دي والعيلة دي مهمة قوي، وان نتقابلوا كده ونقعدوا مع بعضينا. طبعا الدنيا شغلة الناس واخداهم من بعض كده ولهياهم، انما لا يعني من وقت لاخر كده المفروض ايه، تتجمعوا كده وتبقى صحبة حلوة وجميلة. وطبعا قعدة العيلة دي ملهاش يعني يعني ملهاش حل بصراحة، جميلة قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنا بصور تلقائي كده، شايفين هما انا بصور وهم اكني ما بصورش، قاعدين براحتهم وكده. يعني جايبه لكم منظر كده طبيعي خالص، شايفين؟ يعني مش قاصدين بقى يبصوا للكاميرا ولا يعملوا يعني قليل قوي. بصوا شايفين لما انا بقول لهم بصوا لي، انما غير كده كل واحد زي ما انتوا شايفينه، اللي قاعد بيتكلم مع ده، اللي قاعد كده شايل عيله ابنه وبنته. كل واحد بقى كان ملهي كده في ايه، وقاعدين بقى الكفاية شوية الهوا اللي كانوا جمال جمال. انا حسيت، انا واحدة من الناس حسيت يا جماعة اني طلعت غيرت جو. يعني ده مطلوب والله، مطلوب التغيير الجو ده. بتحسي براحة نفسيا كده، راحة نفسية، وبتحسي بالمتعة. وطبعا هنا هو ده الشاطئ ده قصاد 45 بالظبط، عندنا في 45. جميل قوي بصراحة. هنا بقى ده حفيدي بيقول لكم بصوا، بيشاور لكم عالي. وهنا بقى ده حودة مامته بتصوره. كان منظر جميل والله وقعدة جميلة. من زمان ما قعدناش القعدة الجميلة دي. دول ولاد اخويا بقى زي ما انتوا شايفين كده، قالوا لي تقعدي جنبنا، قعدت جنبهم وصورنا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا فيديو زي ما بقول لكم كده تلقائي خالص، ما فيهوش بقى ايه مش متنشين ولا اي حاجة، كل واحد بطبيعته. هنا بقى شايفين دوت نفق سنة، النفق ده زي بتاع ستانلي يا جماعة. بصوا المبنى ده زي بتاع ستانلي، بس ده النفق 45. منظر جميل. شايفين ده وقت الغروب بقى، قلت اصور بقى وقت الغروب كده. كنا قعدنا بقى شوية ياما حلوين كده، وصورت لكم بقى زي ما انتم شايفين كده. وهنا صورت المية بقى في الغروب كده، والسما بصوا السما جميلة جميلة، وبصوا الشاطئ صورته والمية وكل حاجة. طبعا الفيديوهات اللي زي دي كده لو بتعجبكم ابقى اعمل لكم فيديوهات زي كده جميلة. طبعا انا زي ما انتم عارفين انا من اسكندرية، عشان كده صورت لكم على الشاطئ والمية بقى، وبشوقكم بقى للمية كده والمنظر الجميل دوت. هنا بقى بص علي حفيدي رايح يملى الازازة مية وبيلعب قولوا لي بقى ايه رأيكم في الفيديو ده، لو عجبكم اللايك والاشتراك يا جماعة، وقولوا لي ايه رأيكم.